قبل 14 قرن كانت مصر ولاية رومانية، ضرائب ثقيلة واضطهاد ديني، وكان الفلاح المصري يعيش في تعب ومعاناة. في سنة 20 هجري 640 ميلادي دخل جيش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص. بعد معارك قليلة تم فتح حصن بابليون والإسكندرية. بعد الفتح تم إنشاء مدينة جديدة وهي مدينة الفسطاط، وتم بناء أول مسجد في أفريقيا، مسجد عمرو بن العاص. ظلت الحياة اليومية كما هي: زراعة، تجارة، مهن. الضرائب تم تخفيفها، والجزية فقط على القادرين مع إعفاء الفقراء والرهبان. احتفظ الأقباط بكنائسهم، ورجع البطريرك بنيامين من المنفى بعهد أمان. دخول الإسلام مصر لم يكن مجرد تغيير في الحكم، كان بداية عصر جديد من العدل والتسامح، البداية لهوية مصر الإسلامية.